عمرك حسيت إن الصيف بقى حر أكتر من أي وقت فات؟ أو الشتا بقى غريب، يوم حر ويوم تلج؟ الكوارث الطبيعية زادت، حرايق وفيضانات. الموضوع مش صدفة، ده اسمه تغير المناخ. كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف ده بيحصل إزاي. بص يا سيدي، تغير المناخ يعني إن الجو اللي متعودين عليه في كل فصل من السنة بقى بيختلف عن الطبيعي. والسبب الرئيسي في ده إننا كبشر بنستخدم طاقة بشكل ضخم جدا. عربيات ومصانع وكهرباء، كل ده بيطلع غازات بتتجمع حوالين الكوكب وبتحبس الحرارة. النتيجة إن الأرض بتسخن أكتر من اللازم، وده بيخلي الطقس يتلخبط. حر شديد في الصيف، عواصف وأمطار غريبة، الجليد بيدوب والبحار بتعلى. يعني الموضوع مش بعيد، ده بيمس حياتنا اليومية، من الأكل اللي بنزرعه للمياه اللي بنشربها حتى للهواء اللي بنتنفسه. وفي أمثلة كتير حوالينا: حرائق الغابات اللي بتحصل في أوروبا، فيضانات بتغرق مدن في آسيا، وموجات حر غير طبيعية عندنا في الشرق الأوسط. أنت شايف إن تغير المناخ فعلا مؤثر علينا؟ ولا لسه حاسس إنه مجرد كلام في الأخبار؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. الفكرة إن الحلول مش معقدة، في حلول كتير للموضوع ده، منها نستخدم كهرباء من الشمس والرياح اللي هي الطاقة المتجددة، نقلل البلاستيك اللي بنرميه في الشوارع، ونرشد استهلاكنا للكهرباء والمية. في تصرفات صغيرة بس لو كلنا عملناها تأثيرها بيبقى كبير. في النهاية تغير المناخ مش مشكلة الأجيال اللي جاية، ده بقى مشكلتنا احنا. والسؤال: هل هنبدأ نغير أسلوب حياتنا دلوقتي، ولا نستنى لحد ما الكوكب نفسه يغيرنا بالعافية؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير، واستنى الحلقة الجاية. سلام.